عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة اليوم في احتفال وليس في مؤتمر. اليوم هو أول يوم من شهر محرم لعام 1446 هجرية. هذا عيد عند المسلمين، عيد العام الهجري. نجتمع فيه اليوم مع إخواننا في حزب الهدى بار لكي يقيموا مؤتمرهم الخامس السيادي الكبير من أجل الانتخابات لإدارة الحزب ورئاسة الحزب تحت عنوان كبير وهو النظام العادل. نحن نؤيدهم تماما في كلمة النظام العادل وفي عبارة النظام العادل، ونشاركهم تماما في كل همومهم حول الأمة الإسلامية بأكملها، الأمة التي تضم العرب والأكراد والترك وكل المسلمين في كل أنحاء العالم. نحن نريد عودة هذه الأمة وعودة الحضارة الإسلامية وتجمع المسلمين مرة أخرى تحت راية واحدة. تركيا هي الدولة المؤهلة الآن في هذه الآونة لقيادة هذه الأمة. علينا دعمها والعمل من أجل رفعة شأنها حتى تجتمع الأمة من حولها بإذن الله تعالى. مبارك لحزب الهدى بار، وكل عام وأنتم بخير، ونهنئكم بالعيد السعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة نحن في جماعة الإخوان المسلمين نبارك لإخواننا في حزب هدى بار على هذه الانتخابات الداخلية، والتي تعبر عن إرساء الديمقراطية في جمهورية تركيا وكذلك داخل الأحزاب باختلاف توجهاتها. أيضا نثمن هذه الشعارات التي نريد أن تكون بالفعل موجودة في يعني جميع الأحزاب وجميع الدول. شعار العدالة، شعار يعني التشاركية والاستحقاق. هذه الشعارات كلها نريد بالفعل أن تكون يعني على الأرض واقعا. كذلك نهنئ جميع إخواننا في الحزب، نرسل إليكم وإلى الحزب وقيادة الحزب بزكريا الأستاذ زكريا تحيات فضيلة القائم بأعمال المرشد العام الدكتور محمود حسين، وكذلك قيادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر في الداخل والخارج. نشكركم على حسن استضافتكم لنا ونبارك لكم هذا التجمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتجمعوا دائما على الخير وفي كل خير وفي قادم الأيام على كل خير إن شاء الله، وتركيا في عز ونصر وتمكين. شكرا لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن نصره واهتدى بهداه. اليوم كنا في سعادة كبيرة إذ شهدنا هذا المؤتمر الحاشد لحزب الهدى في انعقاده الخامس، وهو يعقد كل 3 سنوات. وكان عنوان المؤتمر هذا المرة وفي هذا الانعقاد عبارة عن النظام العادل وتحقيق المساواة ووصول العدل والمساواة إلى كل الإنسانية. ورأينا اليوم في هذا المؤتمر، وإن كان مؤتمر يخص حزب الهدى وفيه انتخابات داخل حزب الهدى، إلا أنه كان مؤتمرا فلسطينيا بامتياز. كانت كلمة غزة وكلمة المجاهدين هي أكثر كلمة تكررت في هذا المؤتمر. فهذه الأمة أمة واحدة بعقيدة واحدة بقبلة واحدة، وبإذن الله تبارك وتعالى تتوالى انتصارات هذه الأمة، ويكون لحزب الهدى السهم المناسب الذي يتناسب مع تضحيات أحفاد صلاح الدين محرر فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله.